كل الانواع اللي موجوده تقريبا في السوق او اشهرها، بس الوحيد اللي تقريبا محدش اتكلم عنه ولا هتتخيله هو الافكت بتاعه عامل ازاي. هخليه لكم في اخر الفيديو. انا هجرب انواع سكراب كتير. السكراب ده ينفع للجسم بس ما ينفعش للبشره. خليكم معايا اخر الفيديو هوريكم اختراع. طبعا الفرايتي بتاعت السكراب الموجوده في السوق، وكمان السكراب الروسي اللي نزل عليه ضجه كبيره قوي، هو بالفعل من السكرابات الحلوه اللي بتعمل صنفره للجسم بطريقه حلوه قوي. لكن السكراب اللي هنتكلم عنه هو بطل الحلقه بتاعت النهارده، ده هخليه في اخر الفيديو عشان بس عايزه اوريكم الحاجات اللي انا جربتها بناء عليه. كان ده رقم واحد طبعا، وتشوفوا في الشاشه من الجنب وانا بجربه. بصوا ده بتاع ايفا، ده مقشر الايدين تمام، وفي زيه كمان للقدمين تقريبا، ده لا ده، وفي ده كمان. بالمناسبه الاتنين ما يختلفوش عن بعض اي حاجه، الاتنين زي بعض تماما، مفيش واحد فيهم اقوى من التاني. الاتنين نفس الحبيبات، الاتنين نفس السمك بتاع السكراب نفسه، مش مختلف اي حاجه. الهاند كريم، الهاند سكراب اسفه عن الفوت سكراب. الافكت بتاعه بصوا هو طري قوي، يعني مش بيعمل الافكت القوي اللي المفروض هو كمقشر ايد او مقشر قدم يعمله. الافكت بتاعه بيبقى اويلي كده. انا بس عايزه اوريكم على الاضاءه، هو في حبيبات ضعيفه قوي سكرابنج للجلد. بصوا هو اويلي جدا، بيعمل صنفره طفيفه جدا، وبيرطب قوي، يعني مش بتحتاجي بعدين انك تحطي هاند كريم، مش بينشف البشره خالص، لكن ما بيعملش الحاجه اللي هو المفروض ان هو يعملها، ان هو يقشر طبقه الجلد الخارجيه او يشيل الجلد الميت. وكذلك برضو الفوت سكراب بتاع القدمين مش بيعمل اي افكت اطلاقا، غير انه بيرطب الرجل كويس قوي. هو صنفره طفيفه جدا ما تصلحش لازاله الجلد الميت. الهاند سكراب بتاع ميلك اند هاني او لاين مشهور في اوريفلام، ده لا يصلح اطلاقا ان هو يكون سكراب، لان هو ملكي فعلا وناعم قوي على البشره، يعني تحسوه اصلا كريم، يعني ما تحسوهوش خالص. اجربه لكم على الايد التانية. بصوا هو يعتبر هاند كريم، هو ما بيعملش اي صنفره اطلاقا، بيعمل جلو كده، لكن هو وظيفته الاساسيه في ان هو يعمل سكرابنج لا ما بيعملهاش خالص. بصوا مفيش اي حاجه خالص، وانا برضو مجربه لكم وهيظهر في جنب الشاشه كده، وانا بحاول اجرب السكرابس عامه اللي انا بوريها لكم دلوقتي. تجربه عمليه اقوى من دي، لكن انا بفرده على ايدي عشان اوريكم الماده نفسها عامله ازاي كسكراب. دي كانت الصدمه بقى بالنسبه لي. السبراي الاشهر على الاطلاق السبراي الكوري ده، انا جربته طبعا اكتر من مره، مش مره واحده، وعلى اكتر من نوع بشره، بس طبعا احنا اخترنا فولنتير نجرب عليه علشان اطلعه لكم على الكاميرا. جربته على كذا حد، فانا مش متخيله الافكت بتاعه، ضعيف لدرجه ما كنتش متخيلها. بيشيل طبقه خفيفه رقيقه جدا، يمكن السكراب اللي هوريه لكم في الاخر خالص بيشيل اقوى منه. انا مش فاهمه، يعني انا عايزه احاول اجربه لكم على ايدي كده. هو المفروض بيتحط كده ويتساب شويه. الافكت بتاعه ضعيف جدا ان هو يعمل تقشير. بصوا هو بيتحط والمفروض تسيبيه كده وتتحركي كده علشان خاطر يشيل اي حاجه. طبعا عشان عامله سكراب كمان لايدي امبارح مش هيطلع شيء، بس انا بحاول يعني اوريكم، وكده كده هيطلع هنا في جنب الشاشه تجربه تانية انا عاملاها. بيشيل بس يعني حاجه بسيطه قوي، يعني ما ينفعش لتشققات الكعبين اللي كان بيتم الاعلان عنها. منظر الجلد الميت اللي كانوا جايبينه ويجيبوا بعديه ازاي الرجل شكلها بيبقى واو، ده مش حقيقي خالص على ارض الواقع، مش حقيقي اطلاقا. طبعا ده الاوريجينال، خليكم متاكدين من ده. ف لا فيستك خالص، يعني دعايه على الفاضي، ومش الافكت اللي انت محتاجاه اللي انت شايفاه بالظبط في الصور عشان توصلي للنتيجه اللي هما بيتكلموا عنها. ده مش حقيقي، مش هيعمل لك التقشير اللي انت عايزاه، ومش هيقوم بجلسات الباديكير. طبعا الهيرو بتاع الحلقه دي ده الفوت ووركس بتاع ايفون.
هو حجمه 150 مللي. هو فيه قشور اللوز، هتلاقوها باينه جوه البرودكت كده وانتوا بتحطوه ربع، ومصوراها قبل ما اطلع علشان خاطر تبان لكم كده في الجنب عشان تبقى واضحه شويه، لان الموضوع بياخد وقت. بصوا انا عايزه اوريكم لما بيتفرد على البشره بيبقى عامل ازاي، وهيبان برضو دلوقتي في جنب الشاشه. انتوا مش متخيلين، هو المفروض ان هو صحيح للقدمين، لكن انتوا مش متخيلين بيطلع جلد ميت بصوره عامله ازاي لاي حته بقى في الجسم. طبعا في معاد المناطق الحساسه والوش، الايدين الرجلين. بصوا انا هوريكم حاجه، هو بيتحط دقيقه تسيبيه ينشف، يعني بيتحط على الايد دقيقه كده ويتساب ينشف، وبعد كده تعملي الحركات، تحركي ايدك كده وحركي كده. انتوا مش متخيلين بيشيل كميه جلد ميت قد ايه، ما بيجرحش البشره، عشان عامله على ايدي قدامكم اهو، رغم ان هو معمول للقدمين يعني، ولكنه ينفع للايد كلها والرجل كلها، منطقه الكوع، منطقه الركب، وكمان طبعا اكيد منطقه. من احلى واجمل الاختراعات اللي عرفتها بالصدفه بعد بقى ما جربت، على فكره جربت السكراب بتاع سوب اند جلوري، وجربت السكراب بتاع سكرابات كتير جدا غير السكرابات دي اللي موجوده دلوقتي عندي. بس انا بما ان انتوا عارفه ده بقالي شويه، ف يعني خلاص بطلت اجيب بقى الحاجات دي لان رقم كبير جدا. دلوقتي الاسعار كمان عاليه قوي، يعني المنتجات بتاعت سوب اند جلوري عدت تماما. بعيدا عن الاسعار غاليه او الاسعار رخيصه، هو مش هيديكي الافكت اللي انت عايزاه. يعني بالنسبه للناس اللي بتعاني من السلوليت او بتعاني من جلد الوزه او الستروبري سكان زي ما بنسميها، هيبقى بيرفكت. وعلى فكره هو الاستخدام بتاعه انك بتحطيه على الجلد وتسيبيه، الجلد بيبقى ناشف، بتحطيه على الجلد وتسيبيه دقيقه، وبعدين تبتدي تفركي في اتجاه واحد، يعني نفرك لجوه كده يا اما لبره، عشان تبتدي تحركي الجلد يمشي في حته واحده او بحركات دائريه. اختراع هايل، مش كل الناس هيوفر عليكي بهدله كتير بقى وتجارب كتير. انا بقالي شويه حلوين بجرب سكرابات للجسم، فهو بيرفكت الصراحه، وده الهيرو بتاع الحلقه بتاعت النهارده. بس كده، يا رب اكون افدتكم، واشوفكم المره الجايه الحلقه الجايه على خير. باي باي.